انا ليكم بقى بصواني الحلويات بتاعه البحر بقى. ايه رأيكم بقى في صينية الجمبري بالكابوريا وطبق الطحينة التحفة ده؟ ايه رأيكم؟ الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. وتعالوا كده معايا اقول لكم احنا عملنا الحلويات دي ازاي. يا صباح الفل، يا صباح الجمال على احسن متابعين عندي وحبايب قلبي، بحبكم قوي قوي. ايه رأيكم بقى في الصينية الحلوة دي؟ عايزة تتاكل حاف. صينية الجمبري. ايه رأيكم بقى في حبة الجمبري دولا؟ انا كان عندي اكل في التلاجة، كنت عاملة محشي، عندي حلة هعملها. بنتي قالت لي يا ماما احنا كنا امبارح محشي، لقيتها جايبالي بقى، نزلت النهارده الجمعة جايبالي سمك وجايبالي جمبري وكابوري. انا قلت انا عملت معاكم السمك قبل كده، بقى نعمل الجمبري بقى مع بعض. جابت لي الجمبري ده ب200 جنيه يا حبايبي. كنا بنجيبه الاول ب100 جنيه، الوقت اكبر من ده ب400. ده ب200 جنيه، المقاس ده ب200 جنيه. ومعانا الكابوريا ب50 جنيه. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ احنا بقى ايه، انا غسلت الجمبري ده كويس قوي وحلقت له شنبه عشان ولادي بيخافوا من شنبه قوي. حلقت الشنب بتاعه، كان طويل جدا كده، قعدت اقصقصه واغسله واحده واحده كده تحت الحنفيه. وعملت الخضار، هنسلقه على عين البوتاجاز من فوق. والكابوريا هنضرب بقى الليمون ده في الخلاط وبحبة مية وبخل، ونحطه ايه يعني كوباية مية بس هتتحط على الجمبري وعلى الكابوريا. هنضرب فيها الليمون والخل. ومعانا البهارات، معانا بهارات اهي. معانا زعتر، كمون، كزبرة، شطة، ملح. هنحط البهارات دي على الجمبري والكابوريا والخضروات دي، وارجع لكم وايه ونشوفها مع بعض. يا حبايبي انا حطيت الجمبري على الكابوريا وحطيتها كلها صينية واحدة. وضربت الليمون في كوباية مية مع التوابل وحطيتها عليها. يلا حبايبي هنعلق بقى عليها، هنحطها بقى على عين البوتاجاز كده، نولع عليها. وما تستوي ان شاء الله نقدمها لكم. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. احلى صينية عايزة تتاكل ني كده. عايزه رايكم بقى، اتفضلوا بقى معانا اتغدوا، يلا الف هنا وشفا على قلوبكم. ايه رايكم بقى في الجمبري والاكله الحلوه دي؟ يلا نبهدها لكم. الف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. ما تنسونوش بقى ايه في اللايك الحلو بتاعكم، وايه ومع احلى طحينه احلى صينيه جمبري وكابوريا بقى تستاهل بقكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.